قبل ما نتكلم عن بند الكهرباء ونعرف طريقه تنفيذه، وعايزين نعرف الاول مصدر الكهرباء اصلا بيجي منين. وعشان يكون في مصدر للكهرباء لازم اوجد مصدر او مكان اولد الكهرباء دي منها، وفي الغالب بتكون عباره عن تحويل الطاقه الحركيه لطاقه كهربيه اقدر استخدمها فيما بعد. وده بيكون عن طريق مصانع ضخمه جدا بتشتغل بالوقود او الغاز، وبتكون عباره عن مولدات ضخمه جدا بينتج عنها كميه حرق رهيبه جدا للوقود، وبيطلع منها كميه انبعاثات كربونيه غير عاديه كفيله انها تدمر لك الكوكب بحاله. وعشان كده معظم العالم دلوقتي بيتجه لمصادر الطاقه النظيفه زي توربينات الرياح ومولدات الميه او الواح الطاقه الشمسيه، وده يعتبر المصدر الوحيد اللي بيحتفظ بالطاقه الشمسيه في بطاريات عشان خاطر نقدر نستخدمها بعدين. لغايه هنا حلو قوي الكلام ده. ننقل بقى الكهرباء دي لبيوتنا ازاي؟ المرحله اللي بعد كده بتيجي عمليه نقل الطاقه من مصانع او مولدات الطاقه دي. بنبدا ننقل الكهرباء عن طريق كابلات ضخمه جدا متعلقه في حاجه اسمها الكتريك تاورز، وعشان مصدر الطاقه ده الجهد بتاعه بيكون عالي جدا بنبدا نمرر الاول الطاقه على محولات بتبدا تعمل عمليه تخفيض للطاقه عشان اقدر استخدمها بعدين جوه الوحده بتاعتي. وعشان اضمن عدم مرور تيار كهربي عالي جدا ببدا اوصل الاول الكهرباء بتاعتي على بوكس الكهرباء او صندوق الكهرباء اللي بيكون موجود جنب اي عماره ده. بعدين باخد منه بوزع على الشقق بتاعتي في العماره. وهنا الكهرباء بتاعتي بتمشي في حاجه اسمها الصواعد الكهربائيه، طبعا براعي كفريات الكهرباء اللي بتكون موجوده على السلم، ودي بتعتبر نقطه تفتيش عشان خاطر لما عاوز اصين الكهرباء بتاعتي. وكمان عداد الشقه، ومن عداد الكهرباء بروح على لوحه الكهرباء بتاعتي وراعي فيها تقسيم الكهرباء بتاعت الشقه تكون على اكتر من مفتاح، وبتكون اللوحه دي متجمع فيها الثلاث دوائر الكهربائيه الاساسيه، دايره الاناره ودايره القوه وكمان التيار الخفيف، واللي هنتكلم عنهم بالتفصيل في فيديوهات جايه ان شاء الله. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.